تعالوا شوفوا البيجامة دي معايا. البيجامة دي عبارة عن 3 قطع. دي أول قطعة وهو التوب ده، والتوب ده الماتيريال بتاعته قصيفة، عليه الهوت شورت ده وبرده الماتيريال بتاعته قصيفة، وعليهم الأوبن ده وهو صوف. وعايزة أقول لكم إن ده ممكن أصلا برده يتلبس خروج لأن الماتيريال بتاعته حلوة قوي تنفع. البيجامة دي عبارة عن 4 قطع. تعالى أوريها لكم. أول حاجة اللفلوك ده، دي أول قطعة. كمان في التوب ده والماتيريال بتاعته برده قصيفة، وكمان الهوت شورت ده وفوقهم الأوبن ده. اما البيجامه دي بقى فهي عباره عن 3 قطع، وده شكل التوب بتاعها، الماتيريال بتاعته قطيفه، وكمان ده شكل البنطلون وعليهم كده روب مفتوح، وده شكل. في كمان البيجامه الميلتون دي وعباره عن قطعتين، ده شكل السويت شيرت بتاعها، ده شكله من قدام وده شكله من ورا. وعايزه اقول لكم ان الميلتون بيبقى حلو في ان هو ينفع يتلبس في البيت وينفع كمان يتلبس بره البيت. يعني انا عن نفسي التريننج ده لو عندي انا هاخد فيه. البيجامه دي قطعتين والماتيريال بتاعتها اسمها بولر. تعالوا اوريها لكم. عايزه اقول لكم ان هي بتدفي موت. ده شكل الجاكيت بتاعها وده شكل البنطلون. البيجامه دي برده قطعتين، ده شكل التوب بتاعها وده شكل البنطلون، والماتيريال بتاعتها قطيفه وبتدفي موت. البيجامه دي برده قطيفه، وعايزه اقول لكم ان هي بجد شكلها شيك قوي وسيمبل قوي. ده شكل التيشيرت بتاعها وده شكل البانس.